عندي برضو والله ومش قادر اصور. بس هل ده سبب يخلينا نستسلم؟ هل عشان انا تعبان مش هصور؟ لو ورايا حاجه غير بتوع التيك توك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم يوسف الشوني في برنامج اخرتها ايه؟ وبالفعل ما زلنا بنسأل ودايما بنسأل هي اخرتها ايه؟ انت اكيد اول مرة تشوفني، وده بسبب ان انتوا بقيتوا بتدوروا على المحتوى التافه، بقيتوا بتدوروا على حاجات كتير ملهاش لازمه. فانا النهارده جاي ادلكوا على الطريق الصح، بدل ما انت ماشي ورا الترند ده ولا الترند ده ومعلوماتك في الحياه صفر معلومات، صفر معلومات. اخرتها ايه مع معلومات التيك توك؟ ب5 معلومات خاطئه الناس في العالم كله لسه فاكرين ان هي صح، هو بيتكلم كده ليه يا جدعان؟ اغرب 5 معلومات وبعدين الناس كلها مش عارفه وانت اللي عارف الصح. تبلع اللبانه او العلكه. من واحنا صغيرين اهلنا دايما بيقولوا لنا ان محدش يبلع اللبانه علشان هتفضل حوالي كده 5 سنين في معدتك، وده بقى يا صديقي شيء غلط تماما، لان العلكه زيها زي باقي المأكولات العاديه. خلاص يا جماعه، للاسف الشافعي دمر معلومه الامهات. انا اسف لكل الامهات والابهات، يعني مضطرين نبلع اللبان بعد كده. المأكولات العاديه ذاكره السمكه حوالي ثانيتين بس، وعلى الرغم ان السمك ممكن تكون فعلا غلط. هو مش دي المعلومه المشهوره. المعلومه المشهوره ذاكره السمكه 5 ثواني، بس في الحقيقه ذاكره السمكه بتقعد شهور عادي. وما بتنساش النمط، يعني ما بتنساش الاكل، ما بتنساش التزاوج، ما بتنساش العيله واصدقائها واصحابها. شهور كاملين. انت لو كلت بعد الساعه 9 بالليل فانا عايز اقول لك انك هتتخن جدا. ودي كمان يا صديقي معلومه غلط تماما، لان الاكل بالليل تقريبا زي الاكل بالنهار بالظبط. اغرب 5 معلومات. ايه ده؟ فيديو خلص؟ انت قلت 5 معلومات. انت قلت 5 معلومات. استاذ شافعي انت قلت 5 معلومات. انت نسيت معلومتين. هو انت عندك ذاكرة سمكة ولا ايه يا استاذ شافعي؟ وش بيصير لو كانت الأرض مسطحة؟ واحنا لسه نتكلم في الأرض كروية مسطحة. الموضوع ده خلص من أيام التعليقات بتاعت الأرض مربع والدليل ماينكرافت. معلومات غريبة ممكن تنقذ حياتك. لو شميت ريحة جبنة في البيت بدون سبب فاحتمال كبير يكون تسريب للغاز. متأكد يا مستر نوبل إن هو تسريب للغاز برضه؟ عدد البكتيريا الموجود في فمك أكبر من عدد البشر الموجود في العالم. لو قلعت عيون الحلزون ليه يعني؟ وبعدين مين التافه اللي قاعد يعد أكتر من 8 مليار نوع من البكتيريا في بق يعني؟ 80% من الناس لو ما فهمش جملة حد قالها بيعمل نفسه بيضحك. اللي هو 80% من الناس لما بيسمع جملة مش فاهمها بيضحك. انت بقى قعدت تجمع 80%، يعني انت قعدت تجمع 80% من كوكب الارض وقعدت تعمل عليه دراسات. وانا ممكن اقول لك دلوقتي 95% من العالم شايفين ان انا كوميدي جدا. خلاص عشان اخلص كلامي. ايه 95% من اللي بيتفرجوا على الفيديو مش مشتركين في القناة. فعلا انا مش مشترك في القناه، انا واحد من 95%. لو شفت الشيء ده على الشاطئ في يوم من اهرب فور. هو كل الفيديوهات اللي لو شفت ازازه ميه في عربيتك اهرب، حجر مرمي في الميه اهرب. لو شفت، بقول لك ايه، ما تخليك قاعد في بيتك وما تعرفناش. لو بتسهر 3 حاجات اوعى تعملها بالليل لوحدك او بعد الساعه 12 بالليل. قبل ما تعرف ايه ال3 حاجات ديت اعمل منشن لصاحبك او ابعت الفيديو لصاحبك واعمل لايك للفيديو عشان يوصل لناس اكتر وناس اكتر تاخد بالها من الحاجات دي. ولو انت اول مره تشوفني اعمل لي فولو او تابعني. ولو عايز تجيب فلوس كتير جدا بمجرد انك تتفرج على الفيديوهات. يا عم مش عايز اعمل كل ده يا عم. لو بتاكل ما تاكلش كتير واتفرج على الفيديو ده، بس قبل ما تعمل الفيديو اعمل لايك وشير وسبسكرايب وفعل زر الجرس واعمل اشتراك وابعت الفيديو لكل اصحابك. واهم حاجه لو بتتفرج عليا من التليفون فقلب شاشه التليفون خلاها بالعرض. انزل تحت في اول الكومنت هتلاقي التطبيق المثبت اللي انا حاطته لك، ادخل على اللينك ده، ادخل على الموقع واشترك فيه وروح اكتب هناك جايين لك من طرف جيش يوسف. انزل تحت اعمل له فولو على الانستجرام واعمل لي فولو على الفيسبوك وعلى التويتر وعلى الانستا. شير الفيديو لكل اصحابك ويلا بينا بسرعه ندخل على الفيديو. بس قبل ما ندخل على الفيديو، لو عايز تجيب فلوس كتير، لو عايز تاكل، لو عايز تشرب، لو عايز تنام، المعلومه الاولى معانا. بس قبل ما نقول المعلومه الاولى معانا ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس وتعمل متابعه وتضغط على اول تعليق وتكتب في اول تعليق في اول وصف. مهما حصل اوعى تلمس الحجر ده، ولو قدامك اجري على طول. حجر بيت لو شفت مش عارف اجري يا عم، لو شفت مستر بيلي اجري على طول. كلما كان الشخص أذكى قل عدد أصدقائه المقربين. ده كدبة يا جدعان، دي حاجة كده مشهورة بين المتوحدين، يعني عشان يبرروا السبب هما متوحدين ليه. اكتب اسم صديقك المقرب في التعليقات. اكتب والله اقدر اعمل كده يا نهار ابيض. مش عارف اخيرا كنت اكتب صديقي المقرب هو
ايه ده في حد اسمه انا بجد؟ دبل دودو BRS. مش مشكلة، انت صديقي المقرب يا دودو BRS. ممكن تحلم من 3 ل 4 احلام في المره الواحده، مهما حاولت عمرك ما تعرف الحلم اللي انت حلمته بدا ازاي. الزرافه بتقدر تنظف ودانها بلسانها، في يوم عيد ميلادك بيكون في ايه هو انا الزرافة بتعرف تنظف ودانها بلسانها؟ طب انا مالي يا اسطى؟ أذكى 5 حيل في علم النفس تخلي أي شخص يتعلق بيك. رقم 1 الآي كونتاكت. لما تبص في عين الشخص اللي قدامك بلاش أنت اللي تشيل نظرك عنه الأول، ده بشكل لا واعي هيخليه يحس بسيطرتك. ما انصحش أي حد يعمل كده، لأن يعني هشرح لك. هو الراجل اللي هناك ده عمال يبص لي كده ليه؟ بكون شخيت على نفسي ولا في حاجة؟ وقت خلاص بقى شيل عينك بقى، يعني عيني جت في عينك بالغلط يا عم، في ايه؟ نفضل قاعدين كده للصبح تقريبا بقى. طب يلا انا هبص له في عينه دلوقتي، ولو شلت عينه من عليه بقى ممكن اكتب على الموسيقى. ايوه، عبارات قصف إذا قلتها ستجعل الجميع مصدوم من قوة الرد. إذا قال لك أحد أنت لا تستطيع المشي بدوني، قل له نعم لأنك حذائي. أنت لا تستطيع المشي بدوني. نعم لأنك حذائي. إذا قال لك أحد أنت تشبه القرد، قل له أنا ليس مرآة لترى فيها نفسك. أنت تشبه القرد، أنا لست مرآة لكي ترى فيها نفسك. إذا قال لك أحد أنت تافه، قل له التافه يرى كل الناس تافهين مثلك. أنت تافه يرى كل الناس تافهين مثلك. البنت علماء النفس قالوا عنها 12 حاجة وكلهم مهمين قوي، واهمهم جدا رقم 12 دي بالذات. بس قبل ما نبدأ، يا رب تزور الكعبة وتلمسها يلا هتخفي الزاد اللي تحت صورة ده، ولو بتحب امك دوس على القلب واذكر الله وصلي على النبي في كومنت. يا عم مش شايف الفيديو، والله ما شايفه. 3 علامات انك جذاب اكتر مما تتخيل. رقم 1، وانا برضه محتاج علامات تثبت ده، يعني مش معقول يعني. لو بتتعصب من اتفه الاسباب فانت مريض نفسي. ايه يا اسطى انت قاعدني فين يا اسطى بالظبط؟ معلومات هتفيدك جدا في علم النفس. البعد عن التجمعات والصوت العالي مرض نفسي. مش قرعن في الدوشه، انت مريض نفسي. تأنيب الضمير بدون اي سبب مرض نفسي. مش ان ضميرك صاحي وكده، لا انت مريض نفسي. انك بتخسر صحابك بدون اي مبرر مرض نفسي. مش عشان هم بضان وبيخلوا حياتك افشل، يعني ده انت مريض نفسي. عايز تعرف انت مريض نفسي ولا لا؟ هتدوس على المشاكل اللي تحت وهتدوس على واتساب، واول شخص يظهر لك لو اللي انت بتحبه يبقى انت مريض نفسي. ايه ده؟ كيف تقرأ الناس ككتاب مفتوح؟ إذا ابتسم شخص ما ولم تجد تجاعيد صغيرة حول عينيه فهذه ابتسامة مزيفة. وانا يا جدعان جالي مرض بنشيل شويه يا جدعان. هو انا يا جدعان جالي مرض بنشيل شويه يا جدعان. انا حاسس ان كده كفايه قوي. مش عارف، انا حاسس ان كده كفايه قوي على الفيديو ده. متنساش ان انت حلو عشان انت حلو. كان معاكم يوسف الشوني في برنامج اخرتها ايه. بس قبل ما تعمل الفيديو اعمل لايك وشير وسبسكرايب وفعل زر الجرس واعمل اشتراك وابعت الفيديو لكل اصحابك. واهم حاجه لو بتتفرج عليا من التليفون فقلب شاشه التليفون خلاها بالعرض. انزل تحت في اول الكومنت هتلاقي التطبيق المثبت اللي انا حاطته لك، ادخل على اللينك ده، ادخل على الموقع واشترك فيه وروح اكتب هناك جايين لك من طرف جيش يوسف. انزل تحت اعمل له فولو على الانستجرام واعمل لي فولو على الفيسبوك وعلى التويتر وعلى الانستا. شير الفيديو لكل اصحابك ويلا بينا بسرعه ندخل على الفيديو. بس قبل ما ندخل على الفيديو، لو عايز تجيب فلوس كتير، لو عايز تاكل، لو عايز تشرب، لو عايز تنام، المعلومه الاولى معانا. بس قبل ما نقول المعلومه الاولى معانا ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس وتعمل متابعه وتضغط على اول تعليق وتكتب في اول تعليق في اول وصف